جوزيه جوميز مدرب الزمالك نادي الفتح بيقدمه بطريقه عظيمه يا جدعان، بطريقه شعار نادي الزمالك، وكمان كاتب رساله مستعجله ان هو كده خد منهم الشعار في تقديم جوزيه جوميز. تاني حاجه ان هو كاتب في الرساله المستعجله ديت ايه بقى؟ مرحبا بك جوزيه جوميز في فتح الفن والهندسه. كمان يا جدعان يعني سرق لقب الفتح الفن والهندسه. ما انت على طول عمال تسرق القاب. نادي القرن عايز تسرقه، اكبر قلعه رياضيه في مصر عايز تسرقه. ما جاتش بقى على نادي الفتح بقى. هو نادي الفتح بيعلمك الادب، بيعلمك المعنى الحرفي لكيد النساء اللي انت ماشي بيه مع الاهلي من 23 سنه. من الاخر يعني انا اكتر حاجه يا جدعان زعلتني في جوزيه جوميز ان هو ما احتفلش بشعار البالونه. اه والله العظيم بجد كان المفروض يحتفل بشعار النفيخه، يطلع مثلا في البرومو وهو عمال في البرومو مثلا ان هو بيعمل ازاي بقى، يبقى كده يا جدعان محى تاريخ زيزو اللي هو بيوصف زيزو في البرومو، وفي نفس الوقت بيوصف شعار نادي الزمالك، لان زيزو دلوقتي في نادي الزمالك هو اعلى من شعار نادي الزمالك. فانا بالنسبه لي يا جدعان بامانه يعني فرحان جدا في نادي الزمالك بسبب اللي الفتح السعودي بيعمله. نادي الفتح السعودي دلوقتي اللي بيعمله ده كيد نسا، وبيعلم الزمالك يعني ايه كيد النسا اللي الزمالك بيعمله مع الاهلي بقاله 23 سنه. فاعمل تعمل اهو من عندك وشاهد بص من عندك يا اسطى، من عندك، وطلع فحتك واداك على دماغك وباعك انت فاهمني، وقلعك بلبوس، وراح بيحفل عليك في نادي تاني، بيتقدم بطريقه بيحفل على النادي بتاعك في نادي تاني. ادي جوزيه جوميز اللي انت كنت بتفخم عليه وكنت عامل منه مدرب خارق وكنت عايزه احسن مدرب في افريقيا. ادي جوزيه جوميز يا اسطى اللي انت، لانك انت على طول بتفخم على كل الناس اللي عندك وفي الاخر بيطلعوا بلالين. ده الفرق بيننا وبينك، انت نادي بالونه، انت نادي نفيخه، انما احنا مختلفين خالص عن احنا اصلا ما عندناش التطبيل ولا عندنا الكلام ده. بالشفا عشان هي مقشفه بصراحه.